يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. طبعا لما الفرعون الكبير اللي معاكي في البيت يؤمر احنا ننفذ على طول، هو يشاور بس. لازم نسمع كلام الأستاذة ياسمين عز. امال هنعمل ايه؟ هنخرب على بيوتنا؟ طبعا الفرعون الكبير اللي معايا طلب مني اللي انا اعمل له حاجة حلوة. قلت له بس كده؟ ده انت تشاور. كان عندي لفة جلاش، قلت اقوم اعملها حاجة كده حلوة ومش مكلفة خالص وبسيطة. هنجيب انا كان عندي لفة الجلاش دي نص كيلو. هنجيبها كده، نجيب ورقتين ورقتين ونتنيها عكس بعض كأنك بتعملي عارفة المروحة اللي كنا بنعملها، الهواية اللي كنا بنعملها في المدارس، هي دي بالظبط. هنعملهم عكس بعض كده ونرصصها بالطول في الصينية. طبعا الصينية دي انا دهنها سمنة. وهنعمل كله بالشكل دوت. هنتنيها عكس بعض زي الهواية بالظبط. عايزة اقول لكم الوصفة دي سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت، 10 دقايق بتكون خلصت. ومش مكلفة على فكرة. هو كل الحكاية هي لفة الجلاش وكوباية اللبن وبيضتين، اكتر من كده مش هنحتاج. هنعمل كله بالشكل ده. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. طبعا انت تقدري ترصي الرصة اللي تعجبك واللفة اللي تعجبك، بس هي اللفة دي لها حكمة عشان خاطر هنعمل لها حشوة، فالحشوة دي هتخش في الفراغات اللي هي متنية. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. كده احنا خلاص رصصناها. هنجيب نص كوباية سمنة ونسيحها. هي ما خدتش نص كوباية عامة يعني، خدت اقل من كده. تقدري تحطي سمنة على زيت براحتك. انا هنا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هدخلها في الرف اللي في النص. متقلقيش من السمنة ديت، مش كتير عليها، هي هتشربها كلها. هندخلها الفرن. بصوا انا عايزة اللون ده اطلعها اول مرة، انا كده كده هدخلها تاني تاخد اللون الفاتح دوت. وهجيب بيضتين. واحط كيس فانيليا، رشة فانيليا كده. وربع كوباية سكر. بصي الكوباية دي صغيرة خدت ربعها. وتقريبا كده كوباية لبن. هنضرب كل الخليط ده مع بعضه. دي كريمة الكاستر. طبعا كريمة الكاستر ديت انت لو دوبتيها ودخلتيها الفرن هيبقى هو الكاستر، بس احنا مش هندخلها الفرن لوحدها. دي الحشوة بتاعت الجلاش اللي احنا بنعملها. عايزة اقول لكم هتاكلي احلى جلاش، طعمه خطير وطري وجميل، مقرمش من فوق وطري من جوه، تحفة. لو طول ادوقكم كلكم لدوقكم. بصوا بقى هنسقيها. الخليط ده هيخش ما بين الفراغات ديت، هتنقلها نقلة تانية خالص. وهنرجع ندخلها الفرن تحمر معانا، يعني لمدة دقيقتين 3 كده، تاخد اللون بتاع الجلاش الطبيعي. ادي كده خلاص. انا كان عندي شربات السيرم، كان عندي شربات في التلاجة. ده كان فايض من المارون جلاسيه، كنت عاملة مارون جلاسيه من كام شهر اللي هو ابو فروة. فالسيرم بتاعه انا بستعمله للكنافة وللقطايف وللحلويات عامة. طبعا انتي لو ما عندكيش تقدري تحطي كوباية سكر مع كوباية مية وليمونة مع كيس فانيليا. اول ما الشربات يتقل معاكي تحطيه على طول. تدفع عليه. طبعا يا اما الجلاش يكون سخن يا اما السيرم يكون سخن، حاجة منهم بس تكون سخنة والتانية تكون باردة. طبعا انا هنا كنت سقيتها خلاص، هنقطعها بقى كده معاكم.
عايزة اقول لكم والله حاجة وهم. وما بتاخدش وقت خالص ومش مكلفة. ما تنسوش اللايك والشير. بصوا طلع شكلها عامل ازاي، تحفة. وصفة سهلة وبسيطة وتفرحي عيالك بيها. اهي بالمنظر ده. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكم بخير.